في يوم من الأيام سألوها معاكي فلوس قد إيه؟ كان ردها أنا معايا فلوس لو وقفت عليها في مصر هشوف جنوب أفريقيا. بتمتلك فيلات في القاهرة والساحل الشمالي ودبي، وكمان سبايك دهب بس تعدي يجي 28 كيلو، ده غير كمان معاها يجي 22 مليون دولار في البنك، وبدل الرأس والجزم والفساتين في دولابها بالآلاف. فتعالوا معايا أعرفكم على حجم ثروة أغنى رقاصة في مصر والوطن العربي، فيفي عبده، وصلت لكام بالظبط؟ ويا ترى مين هو اللي هياخد الفلوس دي كلها بعد عمر طويل؟ تابعوا منصة المصير بلس، عندنا وبس كل جديد. بدأت فيفي عبده حياتها وهي متكحرته ومش لاقيه اللضا، لدرجة إنها كانت بترقص بجلابية بيضة أول ما نزلت تشتغل في كازينوهات وسط البلد. وبتحكي فيفي عبده إنها كمان كانت أيام الفقر فضلت تجمع فلوس عشان تصرف على نفسها وكمان على أهلها وأمها وأخواتها، بس خسرت فلوسها بعد الفيران ما كلتها كلها، لكنها برضو صممت إنها ترجع تاني وتكون أقوى من الأول وأحسن. فيفي عبده طول عمرها رقاصة بريمو، وعشان بقى تدخل تتفرج عليها وهي بتهز يا وز لازم تدفع الشيء الفلاني، والكلام ده كله كان زمان أصلا. ده غير كمان إنها اشتغلت في أفلام ياما، وكمان حققت من وراها ملايين، وشاركت كمان في مسرحيات من بطولتها زي مسرحية حزمني وغيرها كتير. كمان عملت مسلسلات ناجحة جدا زي الحياة والسراب، وكمان مسلسل كيد النساء، وكان ليها إفيه شهير وهي بتقول هلا هلا يا اختي اسم الله. فتخيلوا بقى انتوا حجم الفلوس اللي عملتها فيفي عبده. وغير كل اللي فات بقى بتعتبر فيفي عبده رقاصة انترناشونال، وبتعمل كمان حفلات الأمراء في الخليج ورجال الأعمال التقال. ومن كتر الفلوس اللي استفدتها بقت بتقول أنا عندي فلوس لو وقفت عليها في مصر هشوف جنوب أفريقيا. بيتقال كمان إن ثروة فيفي عبده السايلة بس تعدي 20 مليون دولار، يعني تدخل لها كده بالمصري في حوالي مليار جنيه بالمرتاح. أما بقى بخصوص العقارات فحدث ولا حرج، عندها بس 5 شقق في دبي، وكلهم طبعا تشطيب سوبر لوكس في غاية الفخامة، وموزعاهم كمان على بناتها وحفيدتها، وحاجة آخر هيصة. وعندها كمان فيلا في القاهرة يرمح فيها الخيل، وعاملة فخامتها زي الأسور كده. ده غير كمان إنها عندها فيلا في الساحل الشمالي بتستخدمها لما بتروح تصيف هناك أو بتعمل حفلات. أما بقى بخصوص الذهب والمجوهرات بتوعها وبدل الرأس والعربيات فمش هقول لكم بقى، عندها لوحدها أكتر من 28 كيلو ذهب. وطبعا انتوا مش مصدقين، بس من فترة كده كانت خدامة فلبينية خدت من وراها 5 كيلو ذهب، وحاولت وقتها انها تهرب بس مسكوها. كمان فيفي عبده عندها أكتر من عربية فخمة جدا من أحدث الموديلات اللي سعرها بالملايين، ودولابها بقى فيه مئات البدل الرأس من كل الأشكال والألوان، وبتلبس معاهم على كل طقم مجوهرات مختلفة عن اللي قبله. وبيتقال كمان إن حجم ثروتها كلها كده على بعضها معدي 50 مليون دولار. بس هي رقاصة بتعمل أعمال خيرية لوجه الله كتير، وده طبعا حسب كلامها. وفي النهاية بقى تفتكروا فيفي عبده محتاجة تعيش كام سنة عشان تصرف كل الفلوس اللي معاها دي؟ اكتبوا لنا بقى انتوا رأيكم في التعليقات.